ايضا اسامه غير الفرص ايضا اللي ضاعت من الفريق الياباني، يعني هذا الدليل المجاملات اللي في الرياضه السعوديه اوصلت الفريق الى هذا المستوى. يمكن اسامه تسمح لي اتكلم عن يعني لفظ انا كنت ما اتمنى يعني اقوله حق ايا كان، بس لابد ابعاد الديناصورات عن الكره السعوديه. الديناصورات اللي جالسه في الكره السعوديه، يمكن انا زاملت الكابتن طارق من منتخب الناشئين للمنتخب الاول، كنا مع بعض يعني من الثمانينات، من 84 الى 85 منتخب ناشئين، ونسمع عن اسماء في الاتحاد السعودي كمسؤولين لحد الان متواجدين. الديناصورات لابد اعطائهم ديناصور صغير وتوكلون على الله، لان لابد. شو قصدك ديناصور صغير؟ ديناصور صغير مجسم صغير، هذا هديه لكل رجل جالس 40 الى 50 سنه في مكان لا يكون لديه الامانه. هني المشكله ان العقول القديمه او الاسلوب التقليدي القديم العقليات لان العقليات القديمه جلست للمجامله، فلما ياتي سمو الامير وياتي في اشخاص يجاملون الامير، لا يجاملون الامير، لابد ان لا تجامل، لان انت في مكان الامانه لابد تكون متواجده. فالمنتخب السعودي او الشعب السعودي ما يستحق من شخص صار له 30 سنه يعمل في الاتحاد السعودي ولا عنده عقل. مع احترامي، نعرف ان في الكره السعوديه في عقليات كبيره جدا، وانا مو من حقي اتحدث عن امور كثيره، لان في ناس ممكن يكونون افضل مني للحديث عن الكره السعوديه، بس انا بما اني بهالمنبر هذا المتواجد لابد اقول كلمه حق للشارع السعودي او للرياضه السعوديه، ابعاد الديناصورات من الكره السعوديه باسرع وقت. طيب، لكن اللاعبون اليوم، اللاعبون في البطوله بشكل عام، من اللي ألم يخذلوا انفسهم ايضا؟ يعني في النهايه في لاعبين، يعني كم لاعب لا يستحق المشاركه في المنتخب؟ منو السبب؟ اقل منو السبب؟ من اللاعبين الذين يستحقون المشاركه في النهايه. اسامه؟ لا، لكن عبد الله، اللاعبون المتواجدون مع المنتخب، المتواجدين في لاعبين خذلوا وكانوا مستواهم اقل ولابد عدم ضمهم. كلام صحيح. ايضا التبديلات اللي عملها الكابتن اثناء البطولات السابقه، البطولات هذه ايضا كانت خاطئه. اليوم ايضا حمد المنتشري متواجد على دكه الاحتياط، على اي اساس؟ يعني ياتي حمد وياتي من افضل اللاعبين في نادي الاتحاد، على اي اساس انت موجود عندك معتز الموسى وانت محتاج محور ولا تشاركه من البدايه؟ والكابتن ناصر قال انه شفت مشكله في محور وسط الفريق. يعني انت تعلم ان المنتخب الياباني من افضل المنتخبات في اسيا في التحرك في بدون كره واثناء الكره والاستلام والتسليم في وسط الملعب. تعرف ان التفوق راح يكون مع الفريق الكوري، دائما يتفوقون في وسط الملعب. يعني انت ما قريت المباراه قراءه جيده للفريق الياباني، ثم اول نص ساعه اخرجت، انت قلت عندي مشكله في الوسط، وايضا لعبت لاعب وسط منظم لعب اكثر اللي هو مناف ابو اكثر من محور، ثم اتيت في الشوط الثاني اخرجت راس حربه وادخلت محور. هذه كلها فوضى. وسام من اختار المدرب؟ مو ليس الاداره؟ لما سمو الامير يجتمع مع المسؤولين المتواجدين او الاعضاء وياخذ رايهم ويجاملون الامير في راي، هذه مو من مصلحه الامير، هذه مصلحه المملكه العربيه السعوديه اللي تعز علينا. يعني احنا نستمتع لما نشاهد المنتخب السعودي والمنتخبات الخليجيه اللي متفوقه. لكن ليش نحصر الموضوع بس في هذا الجانب؟ ليش نحصر الموضوع بس في لجنه التطوير؟ ما الكره السعوديه تعاني من مشاكل من قبل لجنه التطوير، لجنه التطوير اتت بعد الخروج من كاس العالم. ليس لجنه التطوير، انا اتكلم اسامه ايضا عن بعض الاعضاء اللي في الاتحاد السعودي، بعض الاعضاء. يعني سمو الامير نواف لما الان يتواجد لابد ياتي في اشخاص على عقليه كبيره جدا لتطوير الكره السعوديه. الكره السعوديه من 20 سنه لديها الاحتراف، فيها اشخاص يقولون اللاعب السعودي صار يستلم مبالغ كبيره، مو هذه المشكله. المشكله اللاعب السعودي من زمان يستحق ايضا المبالغ اللي قاعد ياخذها، ومن زمان قدم اداء وقاعد يلعب نهائيات، واتى بفريق غير مرشح في 2007 ولعب بالنهائي. بس نوعيه اختيار المدرب، من ياتي في المدرب؟ مو ليس الاداره؟ الإدارة هي السبب، هي اللي تتحمل في أي شركة في أي مؤسسة. لابد إذا كانت الإدارة على وعي تأكد أن العمل يكون متواجد. احنا قاعدين نشاهد المنتخب كوري الشمالي أخوي أسامة، المنتخبات السنية المراحل، فوز في كأس آسيا، فوز في كأس آسيا المراحل السنية، المنتخب الإماراتي فوز في كأس آسيا، التأهل إلى كأس العالم. يعني المنتخب السعودي الآن لما تأتي المنتخب الأضعف دفاع بالبطولة، الهندي 9 أهداف، المنتخب السعودي 8 أهداف، المنتخب الكويتي 7 أهداف، أضعف 3 فرق دفاعيا بالبطولة. تأتي أضعف هجوميا في البطولة، الهند هدفين، السعودية هدف، الكويت هدف. هذا شنو السبب؟ الإمارات ولا هدف. الإمارات نشوف المباراة القادمة بعد إذا ما سجل راح يكون أضعف أيضا هجوم.
بس لما تشاهد المنتخب الاماراتي في المباراه السابقه يا اخي تشاهد فريق له شخصيه. لا عشان نقطه الارقام بس، وعشان حتى ما ينحسب الكلام ان نحن والله في محطه اماراتيه. نعم. لا لابد ما ينحسب علينا الكلام. لا نحن قاعدين نتكلم بشفافيه ومنطقيه واضحه وقاعدين. نعم. والمنتخب الاماراتي ناخذ الامور بما هي عليه. لعبتين تسجل عليه هدف واحد ولا سجل. ممكن المباراة القادمة ممكن يسجل، وأيضا إذا ما سجل راح نقول يأتي من الفرق اللي تكون أضعف فريق، أضعف فريق هجوميا. فلا بد ذكر أن المشكلة دائما احنا تأتينا من الإدارة اللي لابد تكون عندها الثقة والأمانة والصدق. يعني مو معقولة اللي قاعد يحصل في الكرة السعودية 3 سنوات متتالية ولا يوجد عندك مشكلة وتأتي في باسيرو. المشكلة الأكبر. طيب. أروح أشوف المؤتمر الصحفي اللي تامر.